لنا. خلي شغلك يتكلم عنك. لازم تتعلم تنسب الفضل لمديرك، والعياذ بالله الفضل لله فقط سبحانه وتعالى. يا جماعة ربيعتي ميتة اتعلمت منها كيف تتحدث عن عملك، وهي في نص الفيديو اتعلمت منها ان المفروض انسب الفضل لأهلك وتكلم عن شغلك بطريقة صح، بطريقة عملية أكتر. وزيدك من الشعر بيت: ربنا هيرزقك بمدير أول ما هيجي يتكلم هيقولك أنا عايز أرقامك، ماليش دعوة بيك، أرقامك اللي تتكلم، خدها مني أحسن ما تاخدها من الدنيا. مهما انت اتكلمت عن شغلك بشكل عملي هم لازم هيحسوا بحاجه ناقصه جواهم. هنمسك قلبهم ونقول لهم لا والنبي ما تحسوش، لا طبعا. بس للاسف الانسان اللي زي ده، اغلب الاداريين كده، لازم ساعتها نتكلم ان تعقلت في الخطوه الفلانيه بس لما رجعت لحضرتك عرفت ان شغلي بقى مظبوط، ما اتعلمت من حضرتك رجعت لترقيه. عارف ليه؟ لانك مطبلاتي، لكن التطبيل مطلوب للحفاظ على العمل. انا واحده ما بعرفش اطبل، عشان كده ما كملتش في اي شركه رغم مجهودي وتفوقي، واني اتكلمت عن شغلي بشكل صحيح وعملي. برضو مش هتعجبهم.